قواعد الأصوات وقواعد الصرف وقواعد النحو، القواعد اللغوية، اللسان العربي المبين. هيئ نفسك لهذه اللطيفة. حين نأتي إلى القرآن وهو يعبر بصوتين من مخرج الحنجرة، الهاء والهمزة، تقول ها ها. الهمزة صوت شديد انفجاري. يعني ايه انفجاري؟ يعني الهواء يحبس عند المخرج ثم يفرج عنه مرة واحدة فيحدث صوت كصوت الانفجار. يحبس الهواء الخارج من الرئتين عند نقطة المخرج ثم يفرج عنه مرة واحدة، فهذا هو الصوت الانفجاري. الهاء صوت رخو مهموس ضعيف لين. ها صوت ما هواش صوت انفجاري ولا شديد ولا قوي، ولكن الهاء مهموسة. فيعبر ربنا بصوت الهمزة لمواقف الشدة في كلمة واحدة، ثم تأتي كلمة أخرى ليعبر ربنا بالهاء للدلالة على اللطف واللين والمودة والرحمة. كيف ذلك؟ انظر وتأمل، تأمل هذه العظمة. حين جاء سياق العنف والشدة في قوله سبحانه وتعالى ألم تر في سورة مريم الآية 83 لمن يحب أن يتابعنا في المصحف، سورة مريم، نعم، الآية 83 يقول ربنا سبحانه ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. تؤزهم أزا. لكن لما جاء للدلالة في شأن السيدة مريم الصديقة مريم وشأن المعجزة التي حباها الله بها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سارية، قال لها إيه؟ وأزي إليك بجذع النخلة؟ لا، وهزي ولم يقل هناك، قال تؤزهم أزا، ولم يقل هنا وأزي إليك، قال وهزي إليك بجذع النخلة. ما الفرق؟ أن الهاء هنا تناسب مقام اللطف واللين والرحمة، أما هناك في مقام الشياطين، وهذا سياق الشياطين سياق الشدة سياق العنف، فيقول ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تؤز للحركة الشديدة العنيفة، فجاءت الهمزة وهي صوت فيه شدة فيه انفجار. ولما كان السياق سياق لين ورأفة ورحمة قال ربنا والحق ما قال ربنا، قال ربنا وهزي وهو هو هو. انظر هناك تؤزهم أزا، وهنا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هل رأيت الفرق بين الهمزة في سياق استعمالها الذي يدل على الشدة والعنف، والهاء وهي حرف مهموس في سياق اللين واللطف؟ وهذا لا يكون إلا في كلام الله سبحانه وتعالى. انظر أيضا من الأمور اللافتة للانتباه جدا في ذلك، يعني حين تتدبر الفتحتين التنوين في كلمة عيونا في قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. المناسبة بين الفتحتين في كلمة عيونا التنوين وبين حركة الماء المتفجر إلى أعلى من باطن الأرض، لأن تفجير الماء من باطن الأرض، الماء حركته من أسفل إلى أعلى، من باطن الأرض إلى أعلى، فيناسبه وفجرنا الأرض عيونا. فالتنوين ده الفتحتين
تناسب الصعود إلى أعلى. في المقابل حين يقول ربنا سبحانه وتعالى في السورة نفسها في الآية التي قبلها: ففتحنا أبواب السماء بماء، انتبه، بماء، إن كسرتين، بماء منهمر. الكسرتين يناسبوا ان الماء الذي يأتي من أعلى إلى أسفل ماء المطر، وهذا لا يكون إلا في قرآن رب العالمين، لا يكون إلا في كلام الله. أما يكون المية يعني طلع لفوق إلى أعلى، تتفجر الأرض عيون، هيقول ربنا: وفجرنا الأرض عيونا. انظر عيونا. لكن المية لما تنزل من السماء يقول: ففتحنا أبواب السماء بماء بكسرتين منهمر، وهذا مناسب لحركة الماء من أعلى إلى أسفل. أخي الكريم، يعني إلى أكثر من هذا وأنت تتأمل، ونحن ما زلنا في الكلمة القرآنية والحرف القرآني والحركة القرآنية. مثلا انظر إلى التعبير القرآني البديع الذي يتفرد به ربنا في سورة فاطر، وهو يصور حال أهل النار أعاذنا الله منها، وأنهم سوف يصرخون صراخا لا حد له. لكن ربنا يريد أن يعبر عن حالهم من الهلع، وأن صراخهم ليس كأي صراخ، فيقول يصطرخون. دي لما نفصلها تبقى إيه؟ أساسها يصرخون، وبعدين الفعل افتعل، نأتي بتاء الافتعال دي نزودها لما نحب ندي الفعل قوة، لما ندي الفعل شدة، لما نحب ندي الصراخ هنا بقى نعطي الصراخ مزيد من الشدة، مزيد من القوة، فنقول تاء بالتاء يسترخون. لكن ربنا يريد أن يبين أن التاء غير كافية لبيان الهلع وشدة الصراخ والعويل الذي هم فيه، فحول التاء المرققة إلى الطاء المفخمة حتى تدل على أعلى درجات المعنى في الصراخ، فقال سبحانه: وهم يصطرخون فيها. شوف بقى، يصرخون، يصطرخون للدلالة على أعلى درجة من الهلع والصراخ والعويل الذي هم فيه. لا يكفي أن يعبر بأنهم يصرخون أو يصطرخون بالتاء، فحول التاء إلى الطاء المفخمة، لأن التفخيم يناسب أعلى درجات والمبالغة في الهويل والصراخ الذي يعبر عما هم فيه من شدة الهول وشدة العذاب. هذا هو القرآن. أيضا حين يقول ربنا سبحانه وتعالى في أمر التربية، في أمر المعالجة، البشر ليسوا كالآلات يمكن بلمسة مفتاح هكذا يتحول الإنسان. هذا لا يصلي يصبح يصلي، ومثلا هذا الإنسان لا يتصدق ومصاب بالبخل فتقول له تصدق يصبح يتصدق. لا أبدا، ده تحتاج إلى تربية. هذا إنسان يعني كسول يصبح إنسان جدا. التحول في التربية ومعالجة السلوك البشري يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى بيئة، يحتاج إلى صبر، وصبر طويل، ومرة بعد مرة، ليس مرة واحدة. فربنا وهو يأمر يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأمر الأمة من خلال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر على أهله حين يدعوهم إلى الصلاة، وأن يدعوهم إلى الخير ويدعوهم إلى البر. لأن الصحابة حتى لم يكونوا صحابة بين عشية وضحاها، ولكن ظلوا مدة من الزمن في حجر التربية حتى صاروا صحابة. ولذلك في تاريخ الصحابة ممكن تجد ملاحظة
أثناء التربية. القرآن يتنزل ليعالج موقفا من المواقف وهكذا. فالقرآن يريد أن يسجل لنا أن معالجة النفوس والسلوك البشري يحتاج إلى تدرج، يحتاج إلى صبر، لكن ليس صبرا عاديا. فلم يقل له وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها أبدا. طب عايز حين نريد أن نقوي معنى واصبر عليها، نزود تاء الافتعال، فعل افتعل، يبقى واصطبر بالتاء. القرآن يعلمنا شيئا جديدا، أننا حينما نريد أن نعلي من المعنى وأن نبالغ في المعنى حتى يكون الصبر